عليكم عشاق قناة عرب نتورك، معكم محمد. سنتحدث اليوم عن أفضل 5 تعديلات عربية للعبة الأسطورية جنرال زيرو أور. المود الأول، الموت الصامت، سيلنت ديث مود، صوتيات مع تصميم جديد وأول مرة تكون حاضرة في لعبة جنرال زيرو أور. تقنية تكنولوجيا جديدة. بداية العمل على المود كانت منذ عام 2010 حتى الآن. مبرمج المود محمود عمر وفريق مميز من المساعدين. تعديل في الأداء والأفكار الجديدة بدرجة مميزة. المود الثاني، صراع الشرق الأوسط، بداية العمل عليه من 2008. مبرمج المود الدكتور عصام كان مبرمجا حديثا في هذا الوقت، وكان الوضع في هذا الوقت بمثابة تغيير جبار للعبة العملاقة جنرال زيرو أور. وضاف العديد من الإضافات الجيدة مثل الأذان والأصوات العربية وأنماط اللعب. والنسخة الثانية برئاسة المبرمج محمد عبد الحميد. من الجيد أن يكون لديك بعض الأخطاء البسيطة، لكن المود نال على العديد من الأصوات الإيجابية. والآن مع الإصدار الثالث يقودها المبرمج أحمد أيمن وأحمد دعبس، وتتميز بمجموعة مصممي الصوت والرسومات ومواقع الرعاية مثل بسام والدكتور محمد السيد والجنرال هشام فؤاد. مود مميز حتى الآن بفضل التصميمات الواقعية والأصوات الجديدة. هو بالكامل تاخد اوضاع المود الثالث هو الشهادة أو الموت. مود الشهادة أو الموت للمبرمج أحمد دعبس قام بأكثر من إصدار أفرع من هذا المود، لكن الشهادة أو الموت هو الأكثر شعبية بين تعديلات المبرمج أحمد دعبس. يوجد بالمود دول الناتو وجيش الغرب والشرق. يقال أن ضباط من سلاح الطيران المصري ساعدوا المبرمج أحمد دعبس بالمود. المود الرابع، سبيكتر، صانع المود من العراق. مبرمج المود اسمه كمال الدين، وفريق عمل رائع. يختلف الوضع من باقي التعديلات العربية والإضافات الجديدة والأفكار الواقعية للغاية. ثم بدأ العمل في عام 2010، ولكنه شهد تطورا رهيبا في العام الحالي. من مزاياه أنه يعتمد على تأثير الضوء بطريقة رهيبة، لكن على حساب جودة النواة للتصميم. وفي النهاية يتعلق الأمر بالواقعية. لا يغير الوضع طريقة لعب الأسطورة جنرال زيرو أور. وسأترككم مع الفيديو. المود الخامس للمبرمج هيرو قدم العديد من التعديلات، لكن أبرزها الجحيم القادم. لقد غير فكرة محرك اللعبة الضعيف وقام بعمل عالمي على المود. نتمنى له الاستمرار بتقديم الأفضل. هكذا انتهيت من الفيديو. برأيك ما هو أفضل مود عربي؟ تم الانتهاء من تجهيز الدبابة. تمام يا فندم. ام اس يا قائد. جرى التنفيذ يا فندم. تمام يا فندم. تجهيز رافال سي. تمام يا فندم. تجهيز المدرعة فهد. تم الانتهاء من تجهيز الدبابة دي 90 ام اس. تم الانتهاء من تجهيز رافال سي. تمام يا فندم. فهد انتهى. البلدوزر جاهز للبناء. Unit lost. انا جاهز يا شباب. إشارة من سرب الكاموفل القاعدة. اضرب 1.2 ثواني. الهدف قيد الرصد وسيتم التعامل معه. شد المراقبة والاشتباك مباشرة. ضغط النيران.
جاهز للصواريخ. مجموعة أهداف أنا جاهز للاشتباك. أبدأ هجوم يا فندم. Unit lost. درجة صحيح مسافة 13.1 ميل.